السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير. تحطها فيها كيس تلاجة كده، تفتحي كيس تلاجة كده وتفرديها فيه، وعشان الكيس ما يتحركش منك بس بالصينية مية من تحت ومفردة الكيس. هتعملي بقى انت بمعلقة، بلاش معلقة خشب، اعملي بقى بمعلقة كده سباتيولا كده ولا حاجة، لان المعلقة خشب بتلزق فيها. هتفرديها كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، يعني ايه، حاولي تفرديها خالص، ميبقاش حتة عالية وحتة نازلة، يبقى كله في مستوى واحد. ونغطيها بقى بكيس برضه، تقطعي كيس تلاجة كده وتفرديها عليه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. نحطها بقى في التلاجة كده ساعتين تلاتة، او ممكن تعملها من بالليل وتقطعها الصبح، يعني عايزين بقى تجمد كده وكله بقى ياخد من بعضه كده. خلاص هنطلعها بقى من التلاجة واوريها لكم بالشكل كده اللي انتوا شايفينه ده. هتقطعيها بقى كده مربعات بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هتكوني بقى مجهزه جوز هند، تقطعي الاول كده تحطها في طبق، اكنك عامله بسبوسه بالظبط،
زي ما انت شايفه كده. كمليها بقى تغلفيها خالص بجوز الهند، ممكن بقى كمان جوز هند او فول مجروش عليها ناعم خالص، وتقلبي في جوز الهند برضه هيبقى طعمها حلو قوي برضه. يعني ممكن بقى انت تفنني بقى في الخلطه اللي انت هتعمليها مع جوز الهند بالشكل ده كده. وده كان بقى شكل طبقنا في الاخر. مش عايزه اقولك كان طعمها تحفه وطعمها لذيذ جدا. يا ريت بقى تجربوا الطريقه بتاعتنا ديت. وزي ما انت شايفه كده كل اللي مخدتش مننا وقت ومخدش مننا تكلفه، بس طعمها فعلا والله جميل جدا. جربوها. ويا ريت كانت الوصفه عجبتكم النهارده، ما تنسوش من دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.